مع أن الأمور المتعلقة بالجنس هي من أكثر الأمور التي تهم الشباب والشابات وتأخذ حيزاً كبيراً من تفكيرهم. مع ذلك نجد أن الذين يتكلمون عن هذه الأمور قلائل، ونجد أن المجتمع العربي ما زال متحرج من الحديث عن هذه المواضيع خاصة في الإعلام. وهذا الكلام وهذا التحفظ يعني ممكن كان يكون مقبول إخواني من 30-40 سنة لما كانت الدنيا مقفلة وكانت الشعوب لا تطلع على الشعوب الأخرى. أما اليوم إخواني اللي عمره 8 سنين الآن بيدخل على الإنترنت وعنده سيديهات وبيدخل على الشات وبيكلم العالم كله، وممكن يدخل على أي مواقع وهو ممكن يكلمك عن أمور الجنس. إذا نحن إخواني أمام أمرين: إما أن نتغاضى ونتغافل عن الحديث عن هذه الأمور، والنتيجة أن الشباب والشابات حيتعلموا الجنس وأمور الجنس من الغرب، أو أن نفتح باب الحوار المفتوح والهادئ والمحترم مع الشباب والشابات لمناقشة هذا الموضوع الحساس لديهم. يعني كيف بحدود؟ إذا كانت بحدود أيوه، بس إذا بانفتاح لا. تابع الواحد يبغى يستفسر، ممكن عنده أسئلة ويبغى يعني أحد يجاوب له عليها. أكيد لازم نثقف الشباب بالحد اللي يسمح فيه الدين، ما نتجاوز الحد يعني عشان لا ينخدعوا بالغزو الفكري. كذا حيتعلم يعني، فلازم أحسن يعني يفهموها صح، لأنه المفاهيم سايرة مرة غلط، ما بيفهموها بالشكل الصح. أيضاً الثقافة الجنسية تمتد أهميتها للمتزوجين. يعني هناك الكثير من الحالات، لا توجد إحصاءات، ولكن علماء النفس يقولون أن كثير من حالات الطلاق سببها الرئيسي هو عدم إشباع أحد الطرفين للآخر جنسياً، فتجد يتحرج في الحديث عن الأمر، وقد يعني يذكر مشاكل أو أسباب غير مشكلة الجنس تؤدي إلى الطلاق. أيضاً هناك العكس، هناك أزواج لديهم مشاكل يعني اجتماعية وغيرها، ولكن علاقتهم الجنسية في غرفة النوم قوية، فهذه القوة في العلاقة الجنسية تعوض الخلل الذي لديهم في جوانب أخرى، وتجد الحياة مستمرة بينهم، ويكون السعادة في غرفة النوم سبب للسعادة في الحياة الزوجية بشكل عام. إذن الأزواج أمام خيارين: إما أنهم يتجاهلوا الحديث عن هذا الموضوع فيبقى أحد الأطراف غير سعيد في زواجه وقد يؤدي هذا إلى الانهيار، أو أن يتحدثوا بكل صراحة وبكل وضوح عن هذه الأمور من أجل إنقاذ زواجهما من الانهيار. البعض يعني قد يقول أنه لا يجوز الحديث عن الأمور الجنسية لأنها أمور شخصية، وردي على هؤلاء في حديثين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، يعني فليعطيها حقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني من 1400 سنة يتكلم عما يسميه الغرب اليوم أورغازم، يتكلم عما نسميه باللغة العربية المعاصرة النشوة الجنسية، يتكلم عنها بدون حرج من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن ياخذوا التوعية من أهلهم عن الأشياء الغلط، يعني ممكن تعرف في بعض الأشياء الجنسية الغلط ممكن تصير لها مواقف ثانية زي كذا، لأنه يعني يكون صريح مع أهله أحسن بدل ما يكون يسوي شيء سيء من وراهم، فبتكون من الجو العائلي أفضل من بتكون من الخارج. يعني هم عندهم خبرة أكتر مننا، هم اللي بينصحونا ايش نسوي. شيء كويس انك تخاول ولدك على الاقل تعرف منه كل حاجه حسب اعمار الاولاد. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقعن احدكم على امراته كما تقع البهيمه وليكن بينهما رسول. فالصحابه سالوا: وما الرسول يا رسول الله؟ فقال: القبلة. هنا الرسول ايضا عن ماذا يتحدث؟ يتحدث عما يسميه الغرب الفور بلاي، وبمعنى يعني الأعمال التي تسبق أو المقدمات للعمل الجنسي. وهذه إخواني الغرب كتبوا عنها مجلدات اليوم، والرسول ذكرها صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة بدون حرج، وهو يعلم أن كلامه سيقرأه الكبار والصغار، النساء والرجال على حد سواء. أيضاً من الإحصائيات الطريفة التي ذكرها الشيخ جاسم المطوع، أحصى حفظه الله 2700 قضية جنسية موجودة في كتب الفقه الإسلامي القديمة.
إذن إخواني، بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد حرج في الحديث عن هذه الأمور، والتابعين والسلف الصالح تحدثوا عن هذه الأمور، فلماذا لا نفتح الباب مع الشباب والشابات للحديث عن هذه الأمور تحت مظلة الثقافة الجنسية الإسلامية؟ يفضل أنه يكون في حوار على أساس أنه صاروا أولادنا في ثقافة مفتوحة قدامهم، والفضائيات يعني والأفلام والأشياء هذه متوفرة بطريقة غير طبيعية. وبعدين هذا الجيل هذا اللي طالع كله كتير بده توعية كبيرة كبيرة كبيرة، مش شوي كمان. يكون عندنا ثقافة بيننا وبين أولادنا حتى ما يفهموا يعني فكرة الجنس غلط بين الولد والبنت، بعد كده البنت والولد بيتأسسوا صح بعد الزواج. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كل علم ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن يصرف عنا كل علم يضر ديننا ودنيانا، اللهم آمين.